بيبدأ الفيلم في حلقة سباق عربيات، وبيكون في مجموعة أصحاب في المدرجات، وبيكون نايك وهو بطل فيلم النهاردة جايب لهم عصير، ولما بيقعد الخشبة بتتشق كده. واحد من الجمهور بيطلب إن زوجته تستخدم المنظار بتاع هانت ده صاحب نايك، وبيكون في واحد كاوبوي كده وبيعتذر لو مش شايفين بسببه، وبيغير مكانه، وبيروح جورج فرد الأمن بيستأذن واحد تاني ينزل رجله من على الكرسي اللي قدامه، وفجأة بيجي المشهد على جيركن زيت عربيات وبيوقع الزيت اللي فيه على الأرض، ولما عربية بتمشي فوقه بتتزحلق لكن بترجع لمسارها تاني. وبيحس نايك حاجات غريبة كده، لا هو ولا أنا ولا أنت ولا المخرج عارف إن الإحساس ده جاله منين. المهم بيكون في مفتاح كده واقع على أرض الحلبة وعربية بتدوس عليه، وبتحصل حادثة جامدة وبتنقلب العربية وعجلة منها بتطير وبتيجي على واحدة من الجمهور وبتطير راسها يا معلم. بتخاف الناس جدا طبعا، وعربية بتولع وبتقع فوق شوية ناس كده وبتسويهم بالأرض، والخشبة اللي كانت اتفلقت بتتكسر وبتبقى مدببة كده لفوق. وبيجي المشهد على واحد وزوجته وحبل بيقطع جسمهم بالنص، واحدة تانية بيطير موتور العربية عليها وبيطحن، وواحد تاني بيقع على الخشبة اللي كانت مدببة من شوية وبتطلع من بقه. وينده نايك على لور صاحبته عشان يهربوا بسرعة، لكن بيحصل انفجار كبير وبيترمى على خشبة كده وبتطلع من صدره، وفجأة بيفوق وبيكون كل اللي شافه ده كان حلم، وهو شافه وبيبدأ يخاف جدا لأن كل التفاصيل اللي شافها في الحلم بتتكرر تاني. فبيقول الحاجات إنها هتحصل قبل ما بتحصل، وفعلا بتحصل، وبيقول لهم إن هيحصل حادثة كبيرة أوي دلوقتي ولازم نمشي من هنا حالا. فبيكونوا مفكرينه مضطرب نفسيا وبيحاولوا يهدوه، لكن بيعمل مشكلة مع أي حد وخلاص عشان يخرجوا كلهم من المكان بأي شكل. ولما بيخرجوا لسه هيتخانقوا، لكن فعلا بتحصل حادثة رهيبة، وبيحاول الراجل زوج الست اللي ماتوا مع بعض في الحلم يدخل، لكن الأمن بيمنعه، وبتقول لهم واحدة كده إن كلكم مجانين. فبتيجي عجلة عربية كده فوق راسها، وبنعرف إنها نفس اللي ماتت في الحلم بنفس الطريقة. وبيقعدوا كلهم في مكان كده، نايك هانت لوري وجانيت، وبيحاولوا يفهموا منه عرف إزاي إن في حادثة هتحصل. وبيقول لهم هانت إن إحنا نجونا علشان إحنا بنستحق كده، وبيشوفوا في الأخبار إن هيتعمل حفل تأبيني علشان الناس اللي ماتت في الحادثة. فبيروحوا فعلا، لكن مش كلهم بيروحوا. وبيقابل راجل وست كانوا ماتوا في الحلم وبتشكروا ان هو السبب انهم احياء. وبيقابلهم جورج فرد الامن، وبيجي عليهم زوج الست اللي ماتت وانه كان بيحاول يدخل يلحقها وبيمنعوا جورج، فبيعتذروا لجورج على وفاة زوجته لكنه كان بيعمل شغل. فبيستحلف له الراجل ويجز على اسنانه كده ويقول له هتيجي. وبيروح الراجل ده عند بيت جورج وبيكون شارب وناوي يقتله علشان هو اللي منعه ينقذ مراته على حد فكره يعني. وبينزل من العربيه وينزل شويه حاجات كده، والهوا بيوقع ميداليه متعلقه في العربيه فبتقع على الراديو، وبيشتغل وصوته كان عالي جدا، وطبعا الباب مفتوح. بتقع الكنزات وتيجي على دواسة البنزين، وبتتحرك العربية وبيكون في سلسلة كده على الأرض وفي آخرها خطاف، وفي جيركن بيوقع الزيت ورا العربية على الأرض، بيكون بيزعق في العربية زي لهطل كده وبيتزحلق على الأرض، فبيشبك فيه الخطاف اللي في السلسلة، ويتعامل نار من شرارة السلسلة بالأرض ويولع الزيت اللي كان على الأرض، وتمسك النار في الراجل ويكون بيولع وهو مجرور على الأرض. وبيطلع جورج على صوت الراديو ويشوف المنظر العجيب ده لحد ما بتنفجر العربية، وبيشوف الخبر في التلفزيون، وبيكون نايك شاف حاجات ليها علاقة بالحادثة اللي حصلت بس ما كانش عارف انها اشارة. وبيجي المشهد على الست اللي كانت مع اولادها في الحلم وهي في كوافير، وبيحصل احداث غريبة كده، شوية كريم بيقع على الارض ومروحة السقف بتكون مش ثابتة كويس، وفجأة بيتزحلق ولد من ولادها من الكريم اللي كان على الارض، وبتيجي حاجة في المروحة فبتقع المروحة قدامهم وبتترعب هي وكل الموجودين. وبيكون الجنايني سايق عربية قص العشب وبيدوس على حاجة كده فبتتحدف طوبة كده بقوة قوي عليها، فبتيجي في عينيها وبتقع ميتة. فبيقعدوا تاني مع بعض مستغربين ان الناس اللي ماتت في الحلم بتموت في الحقيقة، وبعدين بيبدأوا يقتنعوا انهم فعلا ممكن في اي لحظة يموتوا لانهم ماتوا في الحلم بتاع نايك. فبتخاف جانيت وبتمشي، وبيشوف نايك رؤية جديدة بس مش قادر يعرف مين اللي عليه الدور. بيقرروا يروحوا الحلبة علشان تساعده انه يفتكر الترتيب بشكل افضل، وبيروحوا فعلا الحلبة، وبيجي عليهم جورج بتاع الامن وبياخدهم من غرفة الامن ويشغل تسجيل الكاميرات عشان يساعده يفتكر افضل، وبيعرف ان الراجل الميكانيكي هو اللي عليه الدور. فبيحاولوا يعرفوا هو مين وفين مكانه، وبيروحوا له فعلا الورشة بتاعته، وبتكون الورشة فيها حاجات كتير خطر، وبيروح يقف معاهم ويعرفوه الموضوع ويطلعوا يتكلموا معاه بره، وبيكون بينهم وبينه سياج حديد كده، وبيحاول جورج يهون عليه فقدان زوجته. وبيحصل جوه الورشة احداث قدرية غريبة، وبيقول لهم ان لو مقدر ليا ان انا اموت فهموت، محدش هيقدر يمنع ده. بتتحرك فجأة عربية من الورشة وبتيجي ناحيته بسرعة، لكن بتقف قبل ما بتخبط فيه بشعر، وبيخرج من وراها وبيقول لهم قلت لكم انه مش دور، لكن في انبوبه بتتفتح وبتخبط فيه بقوه الضغط بتاعها وبترميه على السلك جامد جامد لدرجه ان جسمه بيتقطع برسمه السلك زي التورتايه كده. فبيخافوا اكتر كل ما حد بيموت لان الدور بيقرب عليهم، وكده بيكون هانت وجانيت عليهم الدور. فبنشوف جانيت في عربيتها وفي عصفورة عملت على العربية بيبي، فبتروح مغسلة عشان تغسل العربية، وبيكون باب السقف بيعلق منها.
في نفس الوقت بيكون نايك بيدور على هانت، وبيكون هانت في بول، ونايك في الحلم شاف ان سبب موت هانت هيكون الميه، فبيحذره في رساله في التليفون، لكن هانت مش بيشوف، وبيشتغل زرار شفط الميه من البول بالغلط ومحدش بياخد باله، وبيكون قاعد مسترخي كده ومستقنيس في نفسه، وبشكل قدري بحت بتقع الكوينز اللي معاه في البول، ولانها عزيزه عليه بينزل وراها عشان يجيبها، فبتكون نزلت في فتحه شفط الميه، ولما بيقرب من الفتحه دي بيتشفط جسمه وما بيقدرش يسحب نفسه تاني منها، وبيحاول كتير لكن مش بيقدر يسحب نفسه منها بسبب قوة الشفط. وبيوصل نايك للمكان ويدور عليه لكن مش بيلاقيه، كل شوية ضغط السحب بيزيد لأنه طبعا كاتمها بجسمه، الضغط بيكون قوي جدا لدرجة إن فتحة شفط المية دي بتسحب جسمه جواه. نروح للأخت جانيت وتكون بتقطع تيكة المغسلة علشان تغسل عربيتها، وتحاول لوري تكلمها لكن مش بتلحق، فبتدخل جانيت بالعربية المغسلة، وبيحصل برضه حاجات قدرية كده بتسبب في عطل المكنة والعربية جواه، تحاول تنادي لأي حد لكن محدش بيسمعها، ولأن فتحة السقف كانت بتعلق أصلا من قبل كده بتتفتح لوحدها وما بتقفلش، وبتتكسر ماسورة مية كبيرة فوق فتحة سقف العربية بالظبط، وبتنزل مية كتير قوي جوه العربية، وبتكون بتحاول تخرج مش بتعرف، ولما بتحاول تخرج من فتحة السقف بتتقفل على رقبتها وبتتزنق. بتتحرك العربية تاني لقدام لكن بيوصل جورجي ولوري وبيخبطوا عربيتهم في عربيتها ويطلعوه، بتخرج لوري بمعجزة، وبكده بيبقى الدور على جورج اللي بيقوله انه جاهز للموت، وبيجي عليه المشهد وهو في بيته بيحاول ينتحر فبياخد حبوب. بيجي المشهد بعد كده على نايك ولوري، وبيتوقع ان ربما المفروض ان ما عادش حد يموت لان السلسلة اتكسرت بانقاذهم لجانيت، يروحوا لجورج عشان يعرفوه لكن بيلاقوه بيحاول ينتحر مشنوق لكن ما بينجحش الموضوع برضه، فبيتأكدوا ان كده خلاص السلسلة وقفت وبيحتفل، لكن بيفتكر نايك ان الراجل اللي كان كاوبوي ده المفروض ان هو يموت قبل جانيت وانهم اخطأوا في الترتيب. فبيجي المشهد على راجل كبير كده في مستشفى وقدامه حوض مية مفتوح عليه المية لحد ما بتتملي، المية بتتملي وبتوقع على الارض ومحدش بياخد باله، فلما بتقع المية على الارض بتوقع على الغرفة اللي تحته واللي فيها الكاوبوي ده، فالمية بتقع عليه وما بيقدرش ينادي ولا يتواصل مع حد لانه اصلا مدغدغ في بعضه. وبيكون وصل نايك وجورج للمستشفى، وبيحاول الكاوبوي ينقذ نفسه بأي شكل من كتر المية اللي في الأوضة، وأول ما بيوصل له نايك وجورج بيكون الحوض كله على بعضه وقع فوقه وفطسه، وبكده بيبقى الدور على جورج وجانيت، وبيكون جورج ونايك رايحين للبنتين على المول لكن في عربية بتشوت جورج في لحظة وبيسافر، وبتكون لوري وجانيت بيعملوا شوبينج يا حبايبي، وبيكونوا بيقيسوا حاجات جديدة من ضمنها كوتش برباط، وبيطلعوا سلم كهربائي والرباط بتاع الكوتش بيتزنق في السلم، وبيخافوا كده للحظة لكن بيتقطع الرباط وبتمشي الأمور تمام عادي يعني. بيوصل نايك وبيشوف إن السينما هيحصل فيها انفجار وهتولع، فبينزل جري ويحصل حاجات قدرية تاني في المكان اللي كان فيه شغل ورا السينما، وبيكون كل العمال مشيوا لكن المعدات كلها موجودة، واللي بيكون في وسطها براميل نفط أو حاجة كده يعني قابلة للاشتعال، وبيقع بنزين على الأرض، وفي نضارة بتعكس ضوء الشمس على نشارة الخشب، وبتكون لوري وجانيت في السينما، وبتحس لوري بحاجة غريبة لكن جانيت بتهمل الموضوع، وبتحصل فعلا نار من انعكاس ضوء الشمس، وبتجري النار على البنزين اللي وقع على الأرض، وبيوصل نايك للسينما لكن مش بيلاقي لوري في الصالة دي، بتزيد النار ورا السينما وبتقرب أكتر من البراميل، ولما بيلاقيهم بيقول لهم إن جورج مات وإن الدور على جانيت ولازم نمشي من هنا حالا، فبتعاند جانيت وتقول مش هتحرك من هنا وإنهم مجانين، فبتنفجر السينما في وش أمها، وبتهرب لوري ونايك بسرعة، وبتفضل كل شوية تزيد الانفجارات، وبينزلوا من على سلم كده لكن بيحصل انفجار تاني والسلم بيتقطع، وبتكون هتتسحب لوري على مكنة السلم الكهربائي لكن نايك بيحاول يشدها لكنه مش بيقدر، فبتسحبها المكنة وبتعمل منها كفتة، وفي اللحظة دي بيفوق ابن الموكوسة ده وبنعرف انه كان بيحلم، فبيروح لهم جري على المول، وبيروح المكان اللي في الحلم انه بيولع الاول، وبيلاقي فعلا المكان بادئ يولع، فبيشغل المية بتاعة الحرايق لكن بتكون مش شغالة، بيمسك الطفايات ويحاول يطفي النار فبتخلص الطفاية، وبيقع مسدس مسامير كده على الارض ويفضل يضرب مسامير في كل حتة، وبتيجي حتة ورقة مولعة تانية على نشارة الخشب وبتولع من تاني، ولما بيشوفها يدوب بيكون رايح عشان يطفيها لكن مسدس المسامير بيضرب عليه كتير ويثبت ايده اليمين في الحيط، وبتيجي مسامير كمان في البراميل وبتوقع الزيت على الارض كتير، ويحاول يفك ايده لكن ما بيقدرش، يكون الزيت اللي على الارض رايح ناحية النار، فبيلاقي خشبة طويلة كده طرفها والع فبيشيلها بالعافية بايده اللي شغالة ويقربها من حساس الطوارئ عشان ينزل مية تلقائي، لكن بتمسك النار في الزيت وبتروح جري ناحية البراميل، لكن قبل ما بتمسك في البراميل بتشتغل المية في اللحظة الأخيرة وتطفي كل النار اللي في المكان، وبيجي المشهد بعد أسبوعين وهم في كافيه نايك وجانيت ولوري، وبيشكروا واحد كده علشان كل الأرواح اللي كان السبب في إنقاذها، وبيجي المشهد على عربية نقل كبيرة بتغير مسارها فجأة وبتخبط في الكافيه وتطحنهم هما التلاتة مع بعض،
وبس كده بيخلص الفيلم لحد هنا، وكل اللي وصل لحد هنا انتوا احسن ناس. قول لنا رايك في التعليقات، واقترحوا علينا افلام تحبوا نعملها الفيديوهات الجايه. وفي الاخر كالعاده اسم الفيلم هيكون في اول تعليق. صلوا على النبي محمد. سلام.